السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى نعمل مع بعض الفولية أو الرز بالفول الأخضر. زي ما انتوا شايفين كده يطلع مفلفل وجميل، يعني أكلة كده شعبية موفرة كده وحلوة يعني ما بنعملهاش كده غير مرة في السنة ولا حاجة، فبتبقى جميلة قوي ويعني مش مكلفة خالص. وفي نفس الوقت يعني الفول طبعا بروتين ومغذي، وزي ما انتوا شايفين ما بتجيش غير شهر ولا حاجة في السنة. فنعمل بقى الأكلة الاقتصادية الحلوة دي. نبدأ كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد بقى ونفرط الفول بتاعنا. هو تقريبا كيلو فول يا جماعة. بنفرطه كده، يعني ده طبعا كنت فرطت منه شوية. وهنعمل عليه بقى حوالي نص كيلو رز. تمام. يعني هي أكلة كده ايه، ممكن الولاد يعترضوا عليها شوية، لكن يعني بتبقى حلوة، ولما بيدوقوها بيحسوا ان هي جميلة وطعمها مختلف. يعني لما هنعملها يعني هتبقى بالنسبة لهم حاجة جديدة، وفي نفس الوقت يعني مش هنبقى متكلفين فيها كتير، وهي أكلة ويوم وأكلة مغذية، يوم وعدة يعني. فهنبدأ كده نجيب حلة فيها معلقة سمنة وشوية زيت أو زبدة وشوية زيت، وننزل عليهم ببصلاية. طبعا أنا هعمل فيها خطوة كده جديدة يا جماعة، علشان يعني ايه اعتراض العيال عليها يخليها يعني ايه احلى شوية. طبعا احنا كنا بنعملها زي رز السمك كده وبننزل على طول بالفول. احنا هنحط بقى معلقة توم كده على البصل ونقلبه كده نشوحه لحد ما ريحته تطلع كده. في الوقت ده بقى هنزل بشوية كزبرة كده، انا مقطعاهم. يعني نعمل له كده شوية اضافات علشان يبقى مختلف ويحبوه وياكلوه، لان هي اكلة مغذية يعني، وخسارة ان هما ما ياكلوهوش في اوانه. فانا ايه حطيت كده شوية كزبرة خضرة، وكمان هنزل ب مثلا طماطمتين كده مبشورين او عصرهم في الخلاط. بس كده مش هكتر، وهسيبهم بس كده يشكشكوا مع بعض. بعد كده طبعا اكون محضره التوابل اللي انا هحطها، اللي انت عايزه تحطيه حطيه. طبعا انا هحط ملح، كمون، فلفل اسود، كمان هحط مكعب مرقه دجاج. تمام. والله يا جماعة يعني ريحتها كانت جميلة جدا وطعمها كان حلو خالص. والله يعني كان في بواقي اكل، وكانوا معتمدين ان هم هياكلوا بواقي الفراخ. والله اكلوا من الفول والرز بالفول ده، وكان عاجبهم جدا، ويعني بقوا مبسوطين وقالوا طعمه حلو ومميز. هنزل بقى عليه بالرز بتاعي. نزلت بالفول الاول، اخد غلوة كده مع الصلصة، وبعد كده نزلت بالرز. وبعدين بقى المية تكون مغلية كده، ونزود الرز بقى بتاعنا التزويد العادي خالص. كل كوباية ليها كوباية، يعني احنا بنعملها طبعا بالنظر كده، يعني خلي عينك ميزانك كده، ما بنعيرش يعني. بس انا بقول طبعا للبنات اللي لسه زودنا بقى كده المية، ونشوف بقى الملح كويس ولا ايه. وبنغطي بقى وبنسيبها، يعني حسيت انه عايز شوية مية حطيت له كمان شوية. هنغطي بقى ونسيبه كده لحد ما يغلي، وبعد كده اهدي عليه. استوى الفول زي ما انتوا شايفين، زي حلو قوي، طالع مفلفل وجميل، وريحته كانت قلب الدنيا، والله جميل خالص.
أكلة حلوة يا جماعة، اعملوها والله يعني. الظروف اللي بقت الناس فيها هتخلينا ندور على الأكلات الشعبية اللي كانت بتتعمل زمان، وكانت موفرة جدا واقتصادية ومغذية جدا والله. هنفرغ كده بقى الطبيخ الرز اسفة. طالع زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، الرز مفلفل وحلو خالص، والفول كده في قلبه كده مزينه ما شاء الله، شكله جميل. ونحط له بقى اي عود خضرة كده زي ما احنا عارفين، زي الفازة كده، ويبقى حاجة حلوة. وبكده خلص الفيديو بتاعي، ويا رب يكون نال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.